مساء الخير، أهلا وسهلا أصدقائي في قناتي. أنا جيهان مصطفى، معالج بالطاقة ومدربة تنمية ذاتية، وقناتي هدفها الأساسي هو المساعدة على النمو الروحي وفهم الذات. النهاردة موضوع الفيديو عن الشفاء الداخلي. كتير تردد مصطلح الشفاء الداخلي، وكتير مش فاهمين ايه هو الشفاء الداخلي. الشفاء من كل ما بعدنا عن ذواتنا الحقيقية، عن الذات الحقيقية، وأصبحنا في ذات مزيفة. الشفاء من كل ما هو غير نقي، كل الطبقات الغير نقية اللي موجودة في الخلايا بتاعتنا. يعني مثلا جروح الطفولة، كل المشاعر السلبية، الخوف، العار، الغضب. الشفاء من آثار العلاقات السامة، الشفاء من العلاقات السامة نفسها، كل التراكمات العاطفية والفكرية السلبية، الشفاء من الأمراض الجسدية. عشان الشفاء بيتم على كل الأجساد بتاعة الإنسان، سواء أفكاره، سواء مشاعره، سواء جسده، سواء طاقته. فالإنسان بيعمل شفاء من كل الطاقات السلبية دي. فطبعا ده مش بيتم في يوم وليلة، ولكن هو بيكون محتاج حد شجاع، محتاج حد فعلا عايز يطهر كل الجروح دي. هل اما الانسان بيتجرح جرح مجرد ان هو ينساه، او يمر شهر او سنة او 10 سنين الجرح ده راح؟ لا، الجرح ده بيفضل موجود جوه الخلايا، ويبتدي ان هو ينعكس له في حياته على صورة انسدادات في اي شيء حسب كمية الجروح اللي ساكنة جوه الخلايا بتاعته. انسدادات في العلاقات، انسدادات في بيواجه شخصيات مؤذية تأذيه، نرجسية، انسدادات في المال، ايا كان الانسدادات اللي هو بيواجهها. طيب هل ده هي حقيقته ان هو يكون موجود في الحياة عشان خاطر يعاني؟ لا، حقيقة الانسان هي السلام، هي الامتنان، وكل دي ترددات عالية جدا، ترددات نورانية، لان الانسان هو أصله نور صافي، أصله روح، والروح مش من الأرض، الروح من عند الله سبحانه وتعالى. ولكن الروح دي في تجربة بشرية عشان خاطر تقوم بالرسالة بتاعتها، ولكن الإنسان اتملى بالبرمجة. سواء كانت البرمجة دي في جزء منها أكيد كويس بنخليه، ولكن في أجزاء كتير بتكون أجزاء سلبية، اتملى بصدمات. فهنا رحلة الشفاء عشان إزالة كل ما غطى النور ده، كل ما غطى الوعي الصافي، الوعي النقي، بحيث ان الانسان يرجع لاصله، يرجع لحالة السلام، يرجع لحالة الامتنان. الانسان عبارة عن محبة ونور ووعي نقي. ف يبتدي ان هو يرجع تاني للمشاعر، يشعر بالمشاعر، يرجع تاني للقلب، يرجع تاني لحالة الصمت، الصمت الفكري، صمت المشاعر، يتجه للتناغم مع الروح، يخرج بره المادية اللي حاكمة حياته بسيطرة تامة، ولكن يكون في حالة متناغمة مع وعي الروح. يبتدي انه يتعلم كيفية ممارسة كل الفضائل اللي يجب ان هو يتعلمها. حالة من اليقظة، حالة من الوعي، بيعرف هو مين، وهو كان جاي منين، وهو رسالته ايه الحقيقية على الارض. فكل ما بتقل الضوضاء الداخلية اللي هي عبارة عن مشاعر سلبية وتراكمات سلبية وأفكار سلبية، كل ما بتقل الضوضاء دي من خلال مواجهتها مش الهروب منها. يعني احنا في الشفاء بيكون الشخص بيواجه كل المشاعر السلبية، بيواجه كل الأفكار السلبية، بيواجه كل
عيوبه هو شخصيا، لأنه هو بيقوم بتقويم نفسه. حتى هو لو كان فيه عيب معين فهو بيعترف وبيقوم بتقويم نفسه، فبالتالي بتحتاج إلى شخص شجاع عشان يقوم بالعملية دي. فكل ما بتقل الضوضاء دي إلى أن تختفي، كل ما بيبتدي يسمع لروحه. فطبعا ده مش بيتم في يوم وليلة، ولا بيتم في خطوة واحدة، ولكن بيتم في رحلة بيبتدي ان هو يتشافى فيها يوم عن يوم، وكل يوم بيعدي وكل يوم بيقوم باكتشاف نفسه اكتر، بيعرف ليه حصل كده في حياته، بيقدر يفسر كل شيء حصل في حياته، بيقدر انه يفسره من الطفولة. وبعد كده هو كمان بيقدر انه يشافي الناس ويساعد الناس على ان هم يرجعوا تاني لحقيقتهم، ويرجعوا تاني لذاتهم الحقيقية اللي بيكون استحقاقها عالي. وبعد ما بيكون اتعلم كل دروسه من خلال رحلة تسليم، رحلة بيسلم فيها للرحلة للشفاء، ان هو فعلا عايز يتشافى. صحيح بيكون فيها ألم، لانه في دروس عشان يقدر ان هو يتطور، وعشان يقدر انه هو يتعلم من الدروس دي في حياته، لانه هو هيحتاج ان هو يكون انسان واعي. ولكن هي بتاخد وقتها، وبيكون ثمارها عبارة عن سلام ونور ومحبة. فهنا بتكون هي دي رحلة الشفاء. هو ده معنى الشفاء الداخلي، انه بيشافي الافكار، بيشافي المشاعر السلبية، الافكار السلبية، بيشافي طاقته طاقيا، بيشافي جسده المادي، بيشافي علاقات سامة، بيشافي عمل لو كان عمل مش على نفس التناغم مع الروح، بيشافي المال، بيشافي كل جزء في حياته، بحيث ان هو يوصل للحقيقة ويوصل لان هو يكون انسان بيخدم على الارض برسالة تساعد نفسه وتساعد غيره وتساعد غيره. وطبعا هي بتكون رحلة مستمرة بيجني ثمارها يوم عن يوم، وبتكون رحلة كلها نمو، كلها تطور. ويعني أتمنى يكون الفيديو شرح معنى الشفاء، ويكون المعنى بتاعه واضح، وإن شاء الله هنتواصل أكتر في كل ما يخص عملية الشفاء الداخلي. وشكرا لكم لمتابعتكم، وهنواصل الاستكشافات في رحلة الوعي. وإلى اللقاء للفيديو القادم. شكرا جزيلا.